أصدقائي إخواتي في الله، عاملين إيه؟ طلاب الترم الأول تعليم مدمج 2024-2025. إن شاء الله معاكم حسن أشرف. إن شاء الله في الفيديو ده هنشرح كده مع بعضينا نص منهج الرياضة بتاعتك. منهج لذيذ وسهل. تعالى كده نسمي الله ونبدأ بالفيديو ده بسيط جدا ونتكلم عن نص المنهج. قبل اي حاجة عاوزك تسمي الله وورقة وقلم وكوباية القهوة بتاعتك ويلا بينا والآلة. تعالى كده بقى نسمي الله ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. بنتكلم النهاردة عن منهج اسمه منهج الرياضة. رياضة الأعمال بتاعت ترم أول. أولا كده في البداية يا صديقي لازم تعرف إن أنت عندك كام درس هتدرسه الترم ده. والله المنهج عندك 8 فصول. كم فصل يا صديقي؟ 8. تعالى في الفيديو ده نشرح 4 فصول بورقة وقلم ونلخصهم سريعا. تعالى نتكلم كده مع بعضينا. نمسك الدرس الأول، بيتكلم عن حاجة اسمها المحددات. يبقى الدرس الأول بيتكلم عن حاجة اسمها المحددات. يعني ايه يا صديقي كلمة محددات؟ واحدة واحدة كده بقى وتعالى ركز معايا. لما اجي اقول لك محددات تقول لي والله هي عبارة عن خطين جواهم شوية ارقام. لو انا كتبت لك كده في الامتحان 5 7 6 8، ده كده اسمه ايه؟ محدد. عرفت اللي هو محدد ازاي؟ خطين جواهم شوية ارقام. تعالى بقى، هي المحددات دي لها نوع واحد ولا لها كذا نوع؟ لها نوعين. نوع اما اسمه 2 في 2، ونوع تاني اما اسمه 3 في 3. يبقى تاني المحددات عبارة عن ايه؟ خطين جواهم شوية ارقام. عندي كام نوع؟ نوعين. نوع اما اسمه 2 في 2 ونوع اما اسمه 3 في 3. اعرف ان ازاي 2 في 2؟ واحدة واحدة. لو انا عملت لك كده وقلت لك ده محدد كام في كام بالعقل والمنطق، ادي 2 صف 2 عمود، 2 صف 2 عمود، يبقى 2 في 2. يبقى تاني عرفت ازاي اللي هو 2 في 2؟ عديت الصفوف وعديت الأعمدة. في مشكلة؟ مفيش مشكلة. أنا بحاول إن أنا أشرح بسرعة لأن مفيش وقت وعاوز ألملك المنهج كله. يلا بقى تعالى. 2 في 2 ده هيجي يسألنا عن حاجة اسمها المثلث دي اسمه الدلتا. اسمه ايه يا صديقي؟ اسمه الدلتا. لو هو 2 في 2 وعاوز الدلتا لها قانون صغير. القانون ده تحفظه معايا. يلا احفظه. بقول قوس ناقص قوس، قوس ناقص قوس، قوس ناقص قوس، وفي كل قوس علامة فيه. يبقى تاني يبقى انا لو عاوز الدلتا وهي 2 في 2 بقول قوس ناقص قوس وفي كل قوس علامة فيه. واحد احط فيه قطر رئيسي، التاني احط فيه قطر فرعي. تعالى بقى الرئيس اجيبه ازاي؟ من ايد اليمين وانزل بيه. فين ايد اليمين؟ اهو ايد اليمين وانزل بيه. ده كده اسمه قطر رئيسي. بقول 4 في 7. والفرعي من ايدي الشمال وانزل بيه بقول 5 في 6. ولو عملتها على الآلة بتاعتك تقوم تديها الناتج. تعالى نعملها. ادي الآلة بتاعتي. بفتح قوس واقول 4 في 7. اقفل قوس ناقص افتح قوس 5 في 6. واقفل القوس واقول يساوي. تقوم تديني كام؟ -2. يبقى الدلتا بتاعتي طلعت بكام؟ بسالب 2. كل اللي انا عملته قلت لك لو انا عندي 2 في 2 وهيجي يطلب مني المثلث ده رمزه اسمه الدلتا. بعملها ازاي؟ لو هي 2 في 2 تاني بقول قوس ناقص قوس وفي كل قوس علامة فيه. واحد احط قطر رئيسي والتاني احط قطر فرعي. الرئيسي من ايد اليمين وانزل بيه، الفرع من الشمال وانزل بيه، وبالآلة بتاعتي وشكرا. طب يلا لو هي 3 في 3. 3 في 3 بعملها ازاي؟ تعال اقول لك واحدة واحدة. لو انا اديتك مثال وقلت لك مثلا 4 2 1، مثلا 3 5 -4 1 6 2، ده كده 3 في 3 ولا 2 في 2؟
انت خلاص بقى بقيت شاطر. 3 في 3، عرفت 3 في 3 ليه؟ 3 صف 3 عمود، يبقى 3 في 3. هيجي يطلب برضو مني الرمز ده اسمه ايه؟ خلاص عرفته، الدلتا. لو هي 2 في 2، عرفنا القانون بتاعها، كان قوس ناقص قوس، وفي كل قوس علامة فيه. امال لو هي 3 في 3 يا صديقي اعمل ايه؟ اوعى تحلها بالطريقة اليدوية، هتضيع عليك الامتحان. في اغنية كنت بقولها للطلبة اللي بتحضر معايا في الكورس. اغنية مكونة من 3 حاجات. ايه هي الاغنية؟ اول حاجة امسك الآلة بتاعتي، واحفظ بقى معايا، بقول مود مود 6 1 1. تاني مود 6 1 1، دخل الارقام اي سي، شيفت 4 7، شيفت 4 3. تاني لو الدلتا عاوز دلتا 3 في 3، ما ضيعش وقت في الامتحان. امال اعمل ايه؟ بمسك الآلة تحت واقول مود 6 1 1، دخل الارقام اي سي، شيفت 4 7، شيفت 4 3. تاني احفظها معايا يلا. لو الدلتا 3 في 3 اجيبها ازاي؟ اوعى تضيع وقت. امال اعمل ايه؟ مود 6 1 1، دخل الارقام اي سي، شيفت 4 7، شيفت 4 3. طب ما تيجي نجربها كده على الآلة، عشان في واحد يقول لي انا معرفهاش. ادي الآلة بتاعتك يا صديقي، عاوز تنضفها مود 1. يلا ادي اهي. عاوز الدلتا اضيع وقت في الامتحان؟ لا. امال ايه؟ يلا مود اهو، زرار المود 6 1 1، دخل الارقام. يلا هنا كام؟ 4، وعشان ادخلها جوه ادوس يساوي. يلا 2 يساوي 1 يساوي 3 يساوي 5 يساوي -4 يساوي 1 يساوي 6 تساوي 2 يساوي، وادوس ايه؟ دخل الارقام اي سي، زرار يساوي. يلا شيفت 4 7، شيفت 4 3، وادوس يساوي. ادتني الدلتا 129. شكرا. في مشكلة؟ يبقى انا لو عاوز عندك خلاصة الخلاصة، لو عندي 2 في 2، الدلتا بتاعتي بجيبها بايدي. كنت بقول قوس ناقص قوس، وفي كل قوس علامة فيه. واحد احط رئيسي والتاني احط فرعي. دي لو 2 في 2. 3 في 3 ما ضيعش وقت. امال اعمل ايه؟ بمسك الآلة بتاعتي واقول مود 6 1 1، دخل الارقام اي سي، شيفت 4 7، شيفت 4 3. في مشكلة يا صديقي؟ في مشكلة؟ مفيش مشكلة. تعالى بقى للسؤال اللي هيجيلك في الامتحان بإذن الله. أي سؤال، أي حاجة في الدنيا، أي معادلة هيديني معادلة. وطالما قلت لك معادلة، أي معادلة في الدنيا بتتكون من 3 حاجات، س زائد ص بتساوي رقم، صح؟ تعالى بقى في الامتحان مثلا هيديني كده وليكن السنة اللي فاتت. تعالى ناخد سؤال السنة اللي فاتت، وبإذن الله يجيب لك سؤال زيه. ويجي مثلا يقول لي 3 س ناقص 2 ص بتساوي 5. 4 س زائد ص تساوي 14. اداني ده كده معادلة ولا مش معادلة؟ معادلة. عرفت ان هي معادلة ازاي؟ اي معادلة في الدنيا بتتكون من س ص رقم. دي س ص رقم. هيجي بقى يطلب لي مني شوية اسئلة، حوالي 4 اسئلة. انا مش عاوزك، مالكش دعوة بترتيب البابل شيت، انا عاوزك انت ترتبهم بالطريقة بتاعتي دي عشان تحل سريعا. يعني في الامتحان هيديك البابل شيت متلخفن. انت اول حاجة تطلعها تقول لي والله هطلع حاجة اسمها قيمة س، واطلع حاجة اسمها قيمة ص. طب رقم 2 هطلع حاجة اسمها ايه ده؟ خلاص بقى عرفتها، الدلتا. شاطر. طب 3 هطلع حاجة اسمها دلتا س، واطلع حاجة اسمها دلتا ص. يبقى تاني، كام سؤال هيديني على المعادلة؟ ادي سؤال 2 3 4، 4 اسئلة. ماليش دعوة بترتيب البابل. في البابل ممكن يجيب لي دلتا س اول واحدة، ودلتا ص اخر واحدة، والدلتا في النص، وس وص. لا ماليش دعوة، برتبهم. رتب اول خطوة بجيب السين واجيب الصاد، تاني خطوة بجيب الدلتا،
تالت خطوة بجيب دلتا س، اخيرا بجيب دلتا ص. يلا كده مع بعضينا احفظ الخطوات. لو عاوز السين وعاوز الصاد، طريقة سهلة جدا، بروح اقول على الآلة بتاعتي مود 5، لا اما 1 لا اما 2. يبقى تاني، لو عاوز السين والصاد بروح امسك الآلة بتاعتي اهي، بمسك الآلة وبدوس مود 5، يا اما 1 لا اما 2. لو عاوز السين والصاد بس دوس مود 5 1. طب لو عاوز سين صاد عين دوس مود 5 2. تاني لو عاوز السين والصاد بس مود 5 1. لو عاوز سين صاد عين مود 5 2. يلا كده نطبق. يلا ادي الآلة بتاعتي، وقلنا عشان انضف الآلة مود 1 نضفتها. يلا عشان اجيب السين والصاد بعمل ايه؟ احفظ معايا، مود 5 واروح اشوف 1 ولا 2. هنا في عين؟ مفيش، انا عاوز سين وصاد بس، يبقى مود 5 1. يلا ندخل المعادلة بتاعتنا. هنا كام؟ 3 يساوي -2 اهو، -2 يساوي 5 يساوي 4 يساوي هنا الصاد ما جنبوش حد، اديله 1 يا اخي، اديله 1 يقف جنبه في الحياة. او 1 يساوي 14 يساوي، وادوس يساوي تاني. طلع لي الاكس اللي هو السين بكام؟ ب3، والواي اللي هو الصاد ب2. يبقى تاني، يبقى الاكس على السين على الآلة بتديني رمز الاكس، والاكس طلع لي بكام؟ ب3، والواي اللي هو الصاد طلع لي بكام؟ ب2. في مشكلة؟ في مشكلة؟ مفيش مشكلة اهو، على الآلة كله على الآلة اهو. واي طلع لي اللي هو الصاد ب2، وكنت انا جايب الاكس اللي هو السين بكام؟ ب3. يبقى تاني، لو انا عاوز اجيب السين والصاد مود 5 1. لو عاوز اجيب سين صاد عين مود 5 2. لو عاوز سين صاد عين مود 5 2. في مشكلة؟ في مشكلة أصدقائي؟ مفيش أي مشكلة، جبت السين والصاد في أقل من دقيقة. طب يلا لو عاوز الدلتا، لو عاوز الدلتا بعمل خطين واروح اخد الناس المرتبطة. يلا بص، المرتبطة اللي هو جنبي حد، يلا المرتبطة اللي جنبها حد. يلا ده مرتبطين الخمسة ولا الأربعة جنبهم حد؟ لا شكرا مش عاوزكم، مش مرتبطين. أمال مين اللي مرتبط؟ السين والصاد. بص السين مرتبطة بكام؟ ب3 وال4، اخطفيهم منها. يلا ادي 3 وادي ال4. الصاد مرتبطة بسالب 2، اوعى تنسى السالب، وهنا قلنا في ايه؟ 1، يبقى -2 وكام؟ و1. يبقى تاني، لو عاوز الدلتا بعمل خطين واروح اخد الناس المرتبطة. رحت للسين خبطت عليها، قلت لها انت مرتبطة بمين؟ قالت لي انا مرتبطة ب3 وال4. قلت لهم ممكن اخطفهم منك؟ قالت لي اتفضلي. خدتهم حطيتهم تحت. رحت للصاد قلت لها يا صاد انت مرتبطة بكام؟ قالت لي انا مرتبطة بسالب 2 و1. قلت لها ممكن اخطفهم؟ قالت لي اتفضل. رحت واخدهم حطيتهم. في مشكلة؟ مفيش مشكلة. يلا بقى انت بقيت شاطر. ده دلتا كام في كام؟ 2 في 2 ولا 3 في 3؟ سامع ناس شاطر قالت لي ده دلتا 2 في 2. طب حد فاكر قانونها؟ سامع حد بيسمع القانون اهو. يلا كوس ناقص كوس، وفي كل كوس علامة في. واحد احط رئيسي، التاني احط فرع. يلا الرئيسي من ايدي اليمين وانزل بيه، اليمين اهو 3 و1، ادي 3 وادي ال1. يلا الفرع من الشمال وانزل بيه -2 و4. يلا على الآلة بتاعتي اهو مود 1. نضف آلتي، افتح قوس واقول 3 في 1، اقفل قوس ناقص افتح قوس -2 في 4، -2 في 4، اقفل القوس. اديتني 11، اذا الدلتا بتاعتي بكام؟ ب11. يلا طب يلا بقى بص خلاص جبت الدلتا. دلتا س اجيبها ازاي؟ دلتا ص اجيبها ازاي؟ سهله جدا. يلا دلتا س اجيبها ازاي؟ شوف دلتا، بيقول لي دلتا اللي انت جايبها اضربها في س اللي انت جايبها. بص دلتا انا جايبها بكام؟ ب11. يلا اهي اضربها في س اللي انا جايبها فوق بكام؟ ب3. يوم تدينا على الآلة 11 في 3 ب33. في مشكلة؟ تاني دلتا س يعني دلتا اللي انت جايبها
اضربها في س اللي انت جايبها. يلا دلتا انا جايبها بكام؟ دلتا انا كنت جايبها ب11، والسين انا كنت جايبها بكام؟ ب3. اضربهم في بعضيهم. طب يلا حد شاطر يقول لي دلتا صاد. نفس اللي احنا عملناه. بعمل ايه؟ دلتا اللي انا جايبها بكام؟ ب11، اضربها في صاد اللي انا جايبها ب2، تقوم تديني 22. في مشكلة؟ تاني كده كده انا ملخص لك درس المحددات والمصفوفات الخطوات في ورقة، يعني هتبعت لي على الواتساب هبعتها لك. في مشكلة في اللي احنا بنقوله؟ يبقى يلا لو انا تاني لو انا عاوز احل درس المحددات ده هتجيلي في الامتحان بنسبة 100% بإذن الله. اول سؤال اجي اسالهولي يلا اديني معادله ويقول لي عاوز س وصاد. س وصاد بجيبهم ازاي؟ مود 5 1. طب لو س صاد عين مود 5 2. الدلتا اعمل ايه فيها؟ بعمل خطين واشد الناس المرتبطه. اروح للسين مرتبطه بكام؟ ب3 ولا 4، اخدهم. الصاد مرتبطه بسالب 2 و1، اخدهم. واشوف هل دلتا 2 في 2 ولا 3 في 3، واروح جايبها بالآلة على طول. دلتا س يعني دلتا اللي انت جايبها ده اهي اضربها في س اللي انت جايبها. طب دلتا صاد، دلتا اللي انت جايبها اضربها في صاد اللي انت جايبها. في مشكلة اصدقائي في الله؟ في مشكلة؟ مفيش اي مشكلة. كده خلصنا اول درس المحددات، خلصناه كده بفضل الله. تعال نخش على الدرس التاني الاحتمالات. تعالى يا صديقي نخش على درس الاحتمالات. درس الاحتمالات درس سهل وبسيط، وهديك السؤالين اللي جايين في الامتحان بإذن الله هتلاقيهم بالنص. تعالى الأول نشرح درس الاحتمالات سريعا. أول ما يقول لي كلمة احتمال ما تفكرش، أمال عاوزك تعمل إيه؟ هتقول لي المطلوب فوق والإجمالي تحت. تاني أول ما يقول لك كلمة احتمالات ما تفكرش. اعمل ايه؟ المطلوب فوق والاجمالي تحت. في مشكلة؟ قانون نحفظه. كلمة واو، لو شفت كلمة واو بحولها الى في. كلمة او بحولها الى زائد. في مشكلة في اللي انا بقوله؟ مفيش مشكلة. يبقى تاني اول ما اشوف كلمة احتمال ما فكرش. المطلوب فوق والاجمالي تحت. كلمة او بحولها الى زائد. كلمة واو بحولها الى في. طب تيجي نشوف مثال. تعالى بقى يا صديقي اديك المثال باذن الله اللي هتلاقيه في درس الاحتمالات. تعالى احنا نعيد تاني كده قبل بس ما ناخد مثال مراجعة سريعة. قلنا الاحتمالات اول ما اشوف كلمة احتمالات ما فكرش. المطلوب فوق والاجمالي تحت. كلمة او بحولها الى زائد. كلمة واو بحولها الى علامة في. عاوزك تريح نفسك خالص وتاخد السؤالين دولك بإذن الله. السؤال الاحتمالات ما بيطلعش براهم. كل الامتحانات السابقة هو الدكتور بيكرر نفس السؤالين. طب قول لي السؤالين يا عم بيقول ايه. واحد، لو جه قال لي مثلا إذا، كبر الخط، إذا كان احتمال حياة ألف مثلا ب9/10 وب بيعيش بنسبة 8/10. دي السؤال اللي هيجيلك بإذن الله. يجي بقى يسألني في كام حاجة عليه. يجي يسألني في سؤالين. واحد يقول لي اوجد احتمال حياتهما معا. 2 يجي يقول لي اوجد احتمال حياة احدهما فقط. يبقى تاني عندي كام سؤال؟ سؤالين. اول سؤال بيجي يقول لي اذا كان احتمال حياة الف بيساوي كام؟ 9/10 وب 8/10. هيجي لي سؤالين وركز فيهم. اول سؤال يجي يقول لك اوجد احتمال حياتهما معا. تاني سؤال يجي اوجد احتمال حياة احدهما فقط. تعال نحل دي السؤال ازاي واحدة واحدة. لو انا قلت لك الف حياة صح، الحياة ألف 9/10، يبقى إذا ألف يموت بكام؟ بجيب المكمل لل10 كام؟ 1. يبقى 9، يبقى 1/10. يبقى دي حياة عكسها إيه؟ الموت. طب يلا ب بيعيش ب8/10، إذا بيموت بنسبة كام؟ 8. يبقى كمل لل10 يبقى فاضل 2/10. في مشكلة كده؟ يبقى برضو الموت بتاع ب بكام؟ 2/10. يبقى أول خطوة بعملها في درس الاحتمالات بجيب المكمل. الراجل بيعيش بنسبة 9/10، يبقى موت بكام؟ بكمل لل10 1/10.
طب دي ب بيعيش بكام؟ بتمانية من عشرة. اكمل للعشرة كام؟ اتنين. في مشكلة؟ مفيش مشكلة. تعالى بقى نشوف اول سؤال، بيقول لي اوجد احتمال حياتهما معا. اول ما تشوف كلمة معا حط علامة في، حط علامة في. اروح بقى اشوف هو عاوز حياة. بص بص، يقول لي حياتهما معا، يبقى بيقول لي الحياة بتاع الاتنين بكام؟ اقول له والله الف بيعيش تسعة من عشرة، وب حياته بتمانية من عشرة، واروح على الآلة كده اجيبها. اقول لنفسي تسعة من عشرة في تمانية من عشرة، ودوس يساوي، وهدوس عم سيد اديني اتنين وسبعين من عشرة، اتنين وسبعين من عشرة. اروح اختارها في البابل شيت تاني عشان في ناس ما فهمتش. واحدة واحدة. اول ما اشوف كلمة معا بحط علامة في. بيقول لي بقى احتمال حياتهما معا، يعني بيقول لي الاتنين هيعيشوا بنسبة كام. قلت له والله روح، هو كراجل قال لي الحياة، اروح للحياة ولا للموت؟ ماليش دعوة بالموت دلوقتي، رحت للحياة. قلت لها يا حياة انت الف بتعيش بنسبة كام؟ قالت لي تسعة، نزلتها. والب تمانية، بحط علامة في. تسعة من عشرة في تمانية من عشرة ادتني اتنين وسبعين من عشرة. في مشكلة؟ في مشكلة؟ طب يلا السؤال اللي بعديه، كلمة ايه ده؟ اول ما تشوف بيقول لي اوجد احتمال حياة احدهما فقط. اول ما تشوف فقط ما تفكرش، اول ما تشوف كلمة فقط ما فكرش. امال اعمل ايه؟ اعمل زائد وقبل الزائد فيه وبعد الزائد فيه. يبقى تاني عشان السؤال ده والله باذن الله باذن الله هتلاقيه. تاني اول ما اشوف كلمة فقط ما بفكرش، بعمل ايه؟ بعمل زائد وقبل الزائد فيه وبعد الزائد فيه، واروح اعمل مقص. اهو مقص. يلا تسعة مع كام؟ اتنين من عشرة. بروح حاطط كده تسعة من عشرة في اتنين من عشرة، زائد هنا تمانية مع الواحد، تمانية من عشرة في واحد من عشرة، وادوس يساوي او على الآلة على طول. اهو عاد الآلة بتاعتي، بكتب تسعة من عشرة يلا في اتنين من عشرة، زائد تمانية من عشرة في واحد من عشرة. يلا اديتني كام؟ ستة وعشرين. اهو ستة وعشرين من عشرة. في مشكلة يا اصدقائي في الله؟ في مشكلة؟ مفيش مشكلة. طب انا ما فهمتش في السؤال ده، تعالى في سؤال تاني، اديك سؤال تاني. يلا لو انا جيت قلت لك كده، اذا كان احتمال الف سبعة من عشرة وب ستة من عشرة. يلا اول سؤال هسأله لك، اوجد 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 احتمال حياتهما معا. تاني سؤال، اوجد احتمال حياة احدهما فقط. يلا اول حاجة بروح اجيب اللي هنا احتمال حياة الف بسبعة، بيموت بكام؟ بجيب المكمل للعشرة، المكمل تلاتة، سبعة من عشرة فاضل تلاتة. يلا ب بيعيش بستة من عشرة، اذا يموت بكام؟ باربعة من عشرة. ما اخترعتش الذرة. في مشكلة؟ ما فيش مشكلة. يلا اول سؤال، اوجد احتمال حياتهما معا. اول ما اشوف كلمة معا بحط علامة في. هنا الحياة، عاوز الحياة ولا الموت؟ قال لي الحياة، اروح للحياة. حياة الف بكام؟ بسبعة من عشرة، بنزلها. حياة ب بكام؟ بستة من عشرة، وعلى الآلة بتاعتي واجيب الناتج. شكرا. طب يلا بص احتمال حياة احدهما فقط 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 فقط، ما بفكرش. امال بعمل ايه؟ بعمل زائد وقبل الزائد فيه وبعد الزائد فيه، واروح اعمل مقص. سبعة في اربعة من عشرة، وستة في تلاتة من عشرة. يلا ادي السبعة مع الاربعة، بقول سبعة من عشرة في اربعة من عشرة، زائد ستة من عشرة في تلاتة من عشرة. شكرا. وعلى الآلة بتاعتي واجيب الناتج. السؤالين دولك وعهد الله ما يطلع براهم في الاحتمالات. في مشكلة يا أصدقائي؟ يبقى كده خلصنا درس المحددات والاحتمالات. تعالى بقى يا صديقي، كده خلصنا درس قلنا المحددات والاحتمالات. تعالى بقى نخش على درس مهم جدا وهو المصفوفات. تعالى بقى اشرح لك المصفوفات دي بطريقة عظمة. تعالى اول حاجة في المصفوفات عاوزك تعرفها لي، هي عبارة عن ايه؟ فاكر المحددات؟
المحددات كان عبارة عن خطين جواهم شوية ارقام، صح؟ المصفوفات عبارة عن قوسين جواهم شوية ارقام. يعني ممكن تجيلي كده 3 4 5، دي كده مصفوفة. طب يلا ممكن تجيلي كده مصفوفة. طب ممكن تجيلي كده مصفوفة. عشان احل درس المصفوفات، اول خطوة اسألها سؤالين: انت كام صف كام عمود؟ كام صف كام عمود؟ يلا روح لدي اسألها كده: كام صف كام عمود؟ ادي صف 2 3 صف فيه كام عمود؟ 1 عمود، يبقى 3 في 1. طب يلا دي اسألها، يلا ادي صف 2 صف فيه كام عمود؟ ادي 1 2 عمود، يبقى 2 في 2. في مشكلة كده؟ يبقى تاني، الأول ما أشوف كلمة مصفوفات بسألها سؤالين عشان أحلها: كام صف كام عمود؟ كام صف كام عمود؟ في مشكلة؟ وقلنا المصفوفات هي عبارة عن قوسين جواهم شوية أرقام. تعالى بقى في الامتحان هيجي يطلب مني إيه؟ ممكن يجي يطلب ألف زائد ب، يديني مصفوفة ألف وب يقول له ألف زائد ب، أو ألف ناقص ب، أو ألف في ب. تعالى واحدة واحدة دلوقتي هعرفك تحل ازاي، وهناخد التمارين بتاعة الدكتور في المحاضرة. قبل ما بتحل المصفوفات قلتك بتسألها كام سؤال؟ سؤالين: انت كام صف كام عمود؟ تعالى بقى نرسم رسمة، الرسمة دي تحفظها زي اسمك. اول حاجة احفظ بس معايا دلوقتي وريحني، وانا هقولك ده تطبق ازاي. اول حاجة لما اجي اقولك ازاي ادخل المصفوفة الاولى جوه عقل الآلة، ادخلها ازاي؟ المصفوفة ازاي ادخل المصفوفة الاولى جوه عقل الآلة؟ احفظ لي. قول لي عن طريق حاجتين: 1 مود 6 1 اختار، مود 6 1 اختار، دخل الارقام اي سي. واحدة واحدة هفهمك، انا عارف اللي انت مش فاهم دلوقتي، احفظ بس. لما اجي اقول لك ازاي ادخل المصفوفة الاولى جوه عقل الآلة، قول لي عن طريق حاجتين: 1 مود 6 1 اختار، دخل الارقام اي سي. فيها مشكلة؟ ما فيهاش مشكلة. دي المصفوفة الاولى دخلت بمود، التانية تخش بمود زيها، تقول لها لا. يبقى ازاي او ادخل المصفوفة التانية جوه عقل الآلة؟ عن طريق كام حاجة؟ حاجتين برضو. يلا الاولى دخلت بمود، التانية تقول لها لا انا هخش بشيفت 412. شيفت كام؟ 412. يبقى تاني، الاولى تخش مود 6 1 اختار، التانية شيفت 412 برضو دخل الارقام اي سي. فاهم مشكلة؟ مفيش مشكلة. يبقى تاني، ازاي ادخل المصفوفة الاولى جوه عقل الآلة؟ مود 6 1 اختار، دخل الارقام اي سي. التانية تخش شيفت 412 دخل الارقام اي سي. لما اجي اقول لك بقى انادي على الاولى ازاي، اهو انادي على الاولى، المصفوفة الاولى انادي عليها ازاي؟ وازاي انادي على المصفوفة التانية؟ يلا لو انت قول لي انا عاوز انادي على الاولى، بقول شيفت 4 3، شيفت 4 3. طب التانية بتنادي عليها ازاي؟ شيفت 4 4. يبقى تاني احفظ بس الرسمة دي وحياة ابوك، عشان دلوقتي هتحتاجها وتحل في اي مسألة في المصفوفات في ثانية. يلا ازاي ادخل المصفوفة الاولى جوه عقل الآلة؟ مود 6 1 اختار، دخل الارقام اي سي. التانية تخش شيفت 412 دخل الارقام اي سي. ازاي ندعى الاولى؟ شيفت 4 3. ازاي ندعى التانية؟ شيفت 4 4. واحدة واحدة، تعالى بقى نطبق. هديك المثال بتاع المحاضرة بتاعت الدكتور، تعالى واحدة واحدة. ادي الوحدة الثابتة بتتكلم عن ايه؟ المصفوفات. تعالى بقى ادي السؤال هيجيبولك كده في الامتحان بالظبط. بيقول لي اذا كانت المصفوفة الف، مديني مصفوفة ابوها سماها الف، والمصفوفة ب برضه مصفوفة ب، عاوز بقى الف زائد ب. احلها ازاي بالآلة؟ على طول يلا بفتح الآلة بتاعتي اهو، بدوس مود 1.
يلا. فاكر كنت بقول لك ايه؟ عشان احل درس المصفوفات بسأل كام سؤال؟ سؤالين. انت كام صف كام عمود؟ دي كام في كام؟ واحد اتنين صف اتنين عمود، يبقى اتنين في اتنين. شاطر. طب دي برضو اتنين في اتنين. شكرا. سألتها يلا بقى نطبق الرسمة دي. يلا. ازاي ادخل المصفوفة الاولى جوه عقل الآلة؟ اسأل سؤال، هي انهي الاولى؟ الف ولا ب الاولى؟ صح، الف. يلا ادخلها ازاي جوه عقل الآلة؟ يلا، كنت انت لسه حافظ الاغنية. يلا، لو عايز ادخل الاولى مود ستة واحد اختار. يلا، هنا كام في كام؟ اتنين في اتنين. اختار اتنين في اتنين. كان رقم كام هنا؟ رقم خمسة. يلا دخل الارقام اي سي. يلا، المصفوفة الاولى تلاتة وادوس يساوي، ستة يساوي، اتنين يساوي، تمانية يساوي وادوس اي سي. شكرا. كده الاولى خلاص دخلت جوه عقل الآلة. يلا التانية تخش اهي. بص في الورقة كاتبها لك. التانية تخش زي شيفت 412. دخل الارقام اي سي. يلا. ادي شيفت 412. يلا اختار برضو كام؟ خمسة في خمسة. اتنين في اتنين. اختار رقم خمسة، سوري. يلا دخل الارقام. اربعة يساوي، خمسة يساوي، تلاتة يساوي، واحد يساوي، وادوس اي سي. شكرا. دخلت الاتنين جوه عقل الآلة. ما بعملش اي حاجة غير ان انا بدخل بس الآلة دماغها. يلا. فاكر بقى ازاي ندعي الاولى؟ يلا، ازاي ندعي الاولى؟ شيفت اربعة تلاتة. يلا كده انا ناديت على الاولى الف. هنا في علامة ايه؟ زائد، صح؟ اكتبها اي زائد. ازاي ندعي التانية؟ يلا شيفت اربعة اربعة وادوس يساوي. ادتني مصفوفة اهي. بص ادي سبعة، حداشر، خمسة، تسعة. صح كده اهو قدامك على الآلة والاختيار اهو. بي اهو سبعة، حداشر، خمسة، تسعة. فيها مشكلة؟ اختارها. كل اللي انا عملته ما عملتش حاجة غير اللي انا بحفظ قانون وارص. تعالى، انا ما فهمتش في الاولى، تعالى افهمك في التانية. بص عشان ارجع ادوس ايه؟ مود واحد. نضفت آلتي. بص يلا، خلصت السؤال الاولاني. تعالى السؤال التاني. اذا كانت المصفوفة الف، مديني مصفوفة واسمها الف، والمصفوفة ب، عاوز ايه؟ ب ناقص الف. ب ناقص الف. تعالى بقى نحل ده يا صديقي. بيقول لي فإن ب ناقص ألف. مديني مصفوفة ألف ومصفوفة ب. تعالى بقى نحلها. يلا زي ما عودتك. بص بروح جايب الآلة على طول. يلا انت خلاص بقى عرفت تسألها كام صف كام عمود. دي كده بمجرد نظر اتنين في اتنين، ودي كده بمجرد نظر اتنين في اتنين. يلا بقى على الآلة. ازاي ادخل المصفوفة الأولى جوه عقل الآلة؟ مود ستة واحد. اختار. دي اتنين في اتنين على الآلة، رقمها رقم خمسة. دوس رقم خمسة. يلا بدخلها. تلاتة يساوي، ستة يساوي، اتنين يساوي، تمانية يساوي، وادوس اي سي. يلا التانية تخش. شيفت 412. اختار رقم خمسة. يلا ندخل الارقام. اربعة يساوي، خمسة يساوي، تلاتة يساوي، واحد يساوي، وادوس اي سي. كده دخلتهم جوه عقل الآلة. يلا بقى هنا بقى اقول لي ب ناقص الف. يعني ب التانية ولا الاولى؟ التانية. يلا بقى ندعي التانية. ازاي ندعي التانية؟ اقول شيفت اربعة اربعة. بينهم ايه؟ ناقص. اكتب الناقص. الاولى ندعي عليها ازاي؟ شيفت اربعة تلاتة وادوس يساوي. تطلع لي ادي واحد سالب واحد، واحد سالب سبعة. اهي الاجابة رقم ايه اهي. نعيدها تاني اهي. بص واحد سالب واحد، واحد سالب سبعة. اهي اروح اختارها في الاختيارات. اي سؤال عاوز تحله على المصفوفات بالطريقة دي سهلة جدا، وهتريح عليك وش وتعبك على طول. الوقت مفيش وقت في الامتحان، الساعة واحدة بس، فعاوزك تنجز فيها. اقعد حل بقى اسئلة الدكتور دي في غاية الاهمية. انا بحل لك اسئلة الدكتور اللي اداها في الجامعة. اي طريقة عاوز تحل بقى المصفوفات حل بقى دي. يلا تعالى نعيدها لك تاني اهي. بص الطريقة بتقول لك ايه اهي. ازاي ادخل المصفوفة الاولى جوه عقل الآلة؟ مود ستة واحد. اختار. دخل الارقام اي سي. الاولى دخلت بمود. التانية تقول لها لا انا اخش شيفت 412. دخل الارقام اي سي. يلا بقى ازاي ندعى الاولى؟ شيفت اربعة تلاتة. ازاي ندعى التانية؟ شيفت اربعة اربعة. شكرا.
اي سؤال يجي لي على المصفوفات يقول لي الف زائد ب، الف ناقص ب، الف في ب 2 الف زائد ب، اي سؤال تحله على طول بيها. كده كده قلت لك ملخص لك ورقه فيها القوانين دي بتاع المصفوفات والمحددات. تعالى بقى في سؤال تاني في المصفوفات الجزء التاني، ممكن يجي يسألنا عن المعادلة. قلنا اي معادلة في الدنيا بتتكون من ايه؟ س زائد ص بتساوي رقم، صح؟ يجي مثلا يسألني كده يقول لي مثلا 3 س ناقص 2 ص يساوي مثلا 10. 8 س زائد 3 ص يساوي 15. ويجي يقول لي باستخدام المصفوفات في المحددات. خلي بالك المعادلة كان بجيب 4 أسئلة، كنت بجيب السين والصاد والدلتا ودلتا س ودلتا صاد. ركز في المصفوفات بقى، مش هجيب حجة. أول سؤال في المصفوفات ممكن يسأله لي يقول لي عاوز ايه ده؟ رمز الدلتا. تاني سؤال هيجي يسأله لي يجي يقول لي عاوز حاجة اسمها المرافقات. 3 يجي يسألنا عن حاجة اسمها المبدلة. 4 يجي يسألنا عن حاجة اسمها المقلوب. يبقى كام سؤال ممكن يسألني في الامتحان؟ 4 أسئلة. يلا يديني معادلة بيقول لي باستخدام المصفوفات عاوز الدلتا، عاوز المرافقات، عاوز المبدلة، عاوز المقلوب. سألني سؤالين تمام مفيش مشكلة، سألني ال4 يبقى أنا اديتك كل الحاجة. يلا بجيب الدلتا ازاي؟ زي ما احنا عارفين الدلتا بجيبها ازاي؟ بعمل خطين واشد الناس المرتبطة، صح كده؟ يلا دولك مرتبطين؟ لا ماليش دعوة بيهم. مين اللي مرتبط؟ روح للسين مرتبطة بكام وكام؟ 3 و8. الصاد -2 و3. يلا دي قانونها كام في كام دي؟ حد فاكر؟ دي 2 في 2 و3 في 3، 2 في 2. الدلتا كان بإيد ولا بالآلة؟ كان لها قانون، حد فاكره؟ كنت بقول قوس ناقص قوس وفي كل قوس علامة في. واحد احط رئيسي، فين الرئيسي؟ 3 و3، اكتب كده رئيسي. -2 و8 ده الفرع، صح كده؟ يلا ادي 3 في 3 -2 في 8. اطلع الآلة بتاعت الجميلة واشتغل. يلا افتح قوس واقول 3 في 3 ايه في القوس ناقص افتح -2 في 8 اقفل القوس. الدلتا طلعت معايا بكام؟ ب25. شكرا، اقول له انا كده جبت الدلتا ب25. فيها مشكلة؟ ما فيهاش اي مشكلة. تعالى بقى للمرافقات. اجيب المرافقات ازاي؟ دي مصفوفة، اي مصفوفة قوسين هيطلبوا لي كده في الامتحان. عشان اطلع مصفوفة المرافقات لها قانون صغير بمجرد العين. احفظ معايا، بقول لك بدل الرئيسي بس. يلا فين الرئيسي؟ القطر الرئيسي فين؟ ال3 و3 ولا 2 و8؟ اهو انا كاتب عليه رئيسي. ايوه القطر الرئيسي اهو كاتب عليه رئيسي. بقول لك كام في كام؟ 3 في 3. يلا بدله اهو 3 و3. طب والفرعي؟ بدل الفرعي وغير اشارته. يبقى انا الفرع ببدله. هنا كام؟ -2 و8. بدلهم يبقى 8 وسالب 2. بقول لك بدل وغير اشارته. هي هنا سالب خليها موجب، وفوق موجب خليه سالب. في مشكلة؟ واروح اختارها في الاختيارات. يبقى تاني المرافقات بحلها ازاي؟ بدل الرئيسي بس، القطر الرئيسي ببدله. طب والفرعي؟ ببدل واغير اشارته. فيها مشكلة؟ ما فيهاش مشكلة. طب يلا المصفوفة اللي بعديها وراح اختارها في الاختيارات، سهلة. يلا المبدلة بعمل ايه في المبدلة؟ لها قانون. بدل ما هما بالطول خليهم بالعرض. واحدة واحدة. يلا فين المرافقات؟ خلاص بقى ماليش دعوة بالدلتا، انا بنزل تدريجي. خلصت الدلتا بعدها المرافقات بعديها المبدلة. يلا فين بدل ما هما بالطول خليهم بالعرض. يلا ادي 3 و2. هنا -8 و3. شكرا وراح اختارها. كل اللي انا بعمله في المبدلة بدل ما هم بالطول بخليهم بالعرض. يبقى 3 و2 بخليها 3 و2 جنب بعضيهم، وسالب 8 و3 تحت بعض خليهم جنب بعض. فيها مشكلة؟ تعالى لاخر حاجة المقلوب. بعمل المقلوب ازاي؟ بقول لك نزل المبدلة زي ما هي اهو. نزلها، ما تعرفش تنزلها زي ما هي؟ ادي 3 -8 2 3.
واقسم على الدلتا. اقسم على ايه؟ الدلتا. روح الدلتا انا كنت جايبها فوق بكام؟ اهي ب25. اقسم عليها. ادي 25، 25، 25، 25، واروح اختارها في الاختيارات. لو في سالب فوق وسالب تحت بيطيروا مع بعضيهم. يبقى تاني الدلتا بجيبها ازاي؟ بعمل خطين واشد الناس المرتبطة واشوف هي 2 في 2 ولا 3 في 3 على حسب، واروح اجيب الناتج بتاع الدلتا. المرافقات بقول لك بدل الرئيسي بس، والفرع بدله وغير اشارته. طب المبدلة بدل ما هما بالطول خليهم بالعرض، خليهم بالعرض. طب المقلوب بنزل المبدلة زي ما هي وبقسم على الدلتا. تعالى ناخد مثال تاني. تعالى كده نشوف الدكتور ادى مثال ولا لا. الدكتور مش مدي مثال على المعادلة. كل الأمثلة جاية على اللي أنا قلتها لك، ازاي تدخل المصفوفة الأولى والتانية. تعالى اديك مثال تاني أنا من عندي. يلا لو أنا كتبت لك كده 5 س ناقص 3 ص يساوي 10، 8 س زائد 4 ص يساوي 15. يلا عاوز كام سؤال؟ يلا باستخدام المصفوفات. 1 عاوز الدلتا، 2 عاوز المرافقات، يلا مصفوفة المرافقات. 3 عاوز مصفوفة المبدلة، 4 عاوز مصفوفة المقلوب. يلا اجيبهم ازاي؟ يلا واحدة واحدة. يلا الدلتا، يلا عشان اجيب الدلتا بعمل خطين واشد الناس المرتبطة. يلا فين المرتبطين؟ دولك مش مرتبطين. روح للسين مرتبطة بكام وكام؟ 5 و8 اهم. روح للصاد -3 و4. اتكون عندي دلتا 2 في 2 ولا 3 في 3؟ 2 في 2. الدلتا بايدي ولا بالآلة؟ بايدي. حد فاكر قانونها؟ قوس ناقص قوس، وفي كل قوس علامة فيه. 1 احط رئيسي اهو، ده اسمه قطر رئيسي، والفرع اهو قطر فرعي. يلا الرئيسي كام وكام؟ 5 في 4، والفرع -3 في 8. واروح على الآلة واقول اهو، اغير الارقام بس. 5 في 4، اغير الارقام. يلا -3 في 8، واجيبها طلعت ب44. ادي ال44 الدلتا بتاعتي. طب يلا مصفوفة المرافقات اهي. بعمل المرافقات عبارة عن مصفوفة، اي مصفوفة عبارة عن قوسين. يلا قانونها بيقول ايه؟ بدل الرئيسي بس. يلا نبدل الرئيسي. الرئيسي كام؟ 5 و4، بدلهم يبقى 4 و5. فيها مشكلة؟ يلا والفرع بدله وغير اشارته. يلا بقولك بدل الفرع. الفرع هنا كام وكام؟ -3 و8، بدلهم 8 و3. يلا بقولك بقى غير اشارته، يعني دي خليه بدل موجب خليه سالب، واللي تحت سالب خليه موجب. شكرا. واروح اختارها في الاختيارات. طب يلا المبدلة. اعمل مصفوف، اي مصفوفة عبارة عن قوسين. يلا المبدلة بدل ما هم بالطول خليهم بالعرض. يلا ادي ال4 وال3 بالطول خليهم بالعرض 4 و3. يلا هنا بالطول خليهم بالعرض -8 و5. فيها مشكلة؟ مفيش مشكلة. طب يلا المقلوب. ادي المصفوفة بتاعت المقلوب. يلا بنزل المبدلة زي ما هي اهي، واقسم على الدلتا. الدلتا انا كنت جايبها بكام؟ اطلع فوق واشوف الدلتا ب44 اهي، 44. وشكرا. اختارها في الاختيارات. في مشكلة؟ في مشكلة اصدقائي؟ يبقى بكده خلصنا درس المحددات، وخدنا الاحتمالات بأهم الأسئلة، وخدنا المصفوفات بكل الأفكار اللي ممكن تيجي. تعالى نخش على الدرس الرابع.
تعالى بقى يا صديقي، يبقى احنا كده خلصنا المحددات والاحتمالات والمصفوفات. وتعالى ناخد درس اخير ناس كتير بعتتلي عليه، اسمه الخط المستقيم. بكده تعالى نشوف الخط المستقيم واحدة واحدة. معانا درس اسمه الخط المستقيم، معادلة الخط المستقيم. عشان احل الدرس ده يا اصدقائي يا صديقي في الله، بعمل خطوتين. بعمل كام خطوة؟ خطوتين. الخطوة الاولى باختصار اكتب المعادلة بتاعت الخط المستقيم. اكتب المعادلة بتاعت الخط المستقيم بتقول ايه؟ بتقول لي ص تساوي م س زائد س. عرفني الميم ده الميل، والسين ده الجزء الثابت او الجزء المقطوع من المحور الصاد. تاني واحدة واحدة. يبقى انا عشان اعمل خط المستقيم بعمل كام خطوة؟ خطوتين. الخطوة الاولى بكتب المعادلة ص بتساوي م س زائد س. م س زائد س. واكتبها بالرصاص في الامتحان في الورقة الجرافيك، واقول لك ليه دلوقتي. تاني خطوة بجيبها وهي خطوة ان انا بطلع حاجتين، عندي الميل وعندي الجزء الثابت. الميل ممكن الراجل يدهوني جاهز، وطالما ادهوني جاهز اقول له كتر الف خيرك، انت راجل محترم ومتربي. طب ما ادانيش جاهز، كده بقى بيضطر اللي انا اطلعه. لو الميل مش جاهز ليه قانون بسيط جدا. بقول صاد 2 ناقص صاد 1 على س 2 ناقص س 1. يبقى تاني، الميل بتاعي عندي لا اما جاهز لا اما مش جاهز. لو مش جاهز بقول صاد 2 ناقص صاد 1 على س 2 ناقص س 1، وهعرفك دلوقتي. طب يلا، الجزء الثابت برضو عندي حاجتين، لا اما ممكن يدهوني جاهز، وطالما ادهوني جاهز اقول له انت راجل محترم ومتربي. طب لو ما ادانيش بقى جاهز، ليه قانون برضو نحفظه. صاد 1 ناقص افتح قوس جواه علامة في. يبقى تاني، الجزء الثابت القانون بتاعه لو مش جاهز صاد 1 ناقص افتح قوس جواه علامة في. هنا حط ميم اللي هي الميل، وهنا حط س 1. في مشكلة؟ يبقى تاني لخصت لك الدرس خط مستقيم كلها في صفحة. خدها سكرين شوت دلوقتي وذاكر منها. اول حاجة بكتب المعادلة بتساوي ايه؟ ص تساوي م س زائد س. الميم اللي هي الميل، الس اللي هو الجزء الثابت او الجزء المقطوع من المحور الصاد. تاني خطوة بطلع حاجة اسمها الميل والله لو هو جاهز فبقول له شكرا وكتر الف خيرك. طب لو مش جاهز ليه القانون بيقول لي صاد 2 ناقص صاد 1 على س 2 ناقص س 1. طب بعد كده عندي الثابت، الجزء الثابت ممكن يدهوني جاهز وممكن يدهوني مش جاهز. لو مش جاهز بقول صاد 1 ناقص افتح قوس جواه علامة في. احط الميل واحط السين 1. تعالى بقى واحدة واحدة ناخد مثال بتاع الدكتور نشوف يتحل ازاي. تعالى ادي الوحدة السابعة، بيقول لي معادلة الخط المستقيم. الذي ميله 2. الراجل كتر خيره مديني الميل بكام؟ ب2. والجزء المقطوع من المحور الصاد اللي هو الجزء الثابت بكام؟ ب7. يلا عاوز المعادلة من غير ما افكر بقول المعادلة كان بتقول ايه؟ حد فاكرها؟ يلا المعادلة، مين شاطر يقول لي؟ ص تساوي م س زائد س، صح؟ يلا واحدة واحدة. الراجل مديني الميل جاهز، الميل بكام؟ ب2. يبقى شيل الميم، قلت لك اكتبها بالرصاص وحط مكانها 2. طب يلا الجزء الثابت مدوني بكام؟ ب7. اروح اشيل زائد س واكتب -7. ادي المعادلة بتاعتي. اروح ادور عليها في الاختيارات، 2 س ناقص 7 اهي في الاختيارات اهي، 2 س ناقص 7. السؤال اللي بعده، معادلة الخط المستقيم الذي ميله 3. الراجل كتر خيره مديني الميل ب3. يلا وايه تاني؟ الذي يمر بالنقطة 2 و5.
بيمر بكام نقطة؟ اتنين. اتنين وخمسة. يلا عاوز ايه؟ عاوز المعادلة. عشان اعمل المعادلة كان بتقول ايه؟ يلا المعادلة مين فاكرها؟ صاد تساوي ميم س زائد س. يلا الميم جاهز، الميم بتلاتة، اروح اشيل الميم واحط مكانها تلاتة. فاضل لي الجزء الثابت. فاكر القانون؟ الجزء الثابت قلت عندي حاجتين، لا اما جاهز لا اما مش جاهز. لو جاهز اقول له كتر الف خيرك. طب لو مش جاهز كان ليه قانون، حد فاكره؟ صاد واحد ناقص افتح قوس جواه علامة في. يلا هنا حط الميم وحط س واحد. واحدة واحدة. بص ده قوس صح؟ اي قوس في الدنيا ازواج بيتكون من ايه وايه؟ اي قوس س وصاد صح؟ س واحد صاد واحد. طب لو كان في قوس تاني كنت اقول س اتنين وصاد اتنين. يلا واحدة واحدة بقى نعوض. صاد واحد بكام؟ بخمسة. ناقص افتح قوس الميم انا جايبه بكام هنا؟ تلاتة. في س واحد، س واحد بكام؟ باتنين. واروح على الآلة واقول خمسة. يلا نضيف الآلة بتاعتي واقول خمسة ناقص افتح قوس تلاتة في اتنين اقفل قوس. ادتني كام؟ سالب واحد. يبقى الجزء الثابت بسالب واحد. اروح شايل زائد س واحط سالب واحد. يبقى تلاتة س ناقص واحد. فين؟ اهي تلاتة س ناقص واحد. طب يلا معادلة الخط المستقيم الذي يمر بالنقطتين دولك. اتنين واربعة وتلاتة وسبعة. واحدة واحدة. واحدة واحدة. اكتب لي ادي قوس بيقول لي وقوس تاني صح؟ بيقول لي ايه وايه؟ بيقول لي بيمر باتنين واربعة وتلاتة وسبعة. ادي الاتنين والاربعة وادي تلاتة وسبعة. قلت لك اي قوس في الدنيا بيتكون من ايه؟ يلا قول س وصاد صح؟ س وصاد. بس هنا س واحد يبقى دي س كام؟ اتنين. دي صاد واحد تبقى بالعقل والمنطق دي صاد كام؟ اتنين. يلا اول حاجة المعادلة. اكتب المعادلة يلا. المعادلة كان بتقول ايه؟ صاد تساوي ميم س زائد س صح؟ عندي الميل ما عنديش الميل، عندي الس الثابت ما عنديش. يلا راح اطلعهم. يلا الميل قانونه بيقول لي ايه؟ حد فاكره؟ صاد اتنين ناقص صاد واحد على س اتنين ناقص س واحد. اعوض. يلا س اتنين صاد اتنين بكام؟ بسبعة. ناقص صاد واحد بكام؟ باربعة. على س اتنين اهي تلاتة. ناقص س واحد باتنين. على الآلة بتاعتي واعملها يوم يديني الميل. اقول بسط ومقام سبعة ناقص اربعة. انزل تحت واقول تلاتة ناقص اتنين واقول يساوي. اداني الميل بتلاتة. شكرا جبت الميل بتلاتة. يلا عاوز الجزء الثابت. عشان اطلع الجزء الثابت كان ليه قانون، حد حافظه؟ صاد واحد ناقص قوس جواه علامة في. هنا حط الميم وهنا حط س واحد. احفظ. الميم انا جايبها بتلاتة. في س واحد بكام فوق؟ اهو اطلع كده فوق واقول س. يلا راح اجيب س واحد فوق اهي س واحد اهي باتنين. يلا انزل احط س واحد باتنين. وصاد واحد كنت جايبها بكام؟ باربعة اهي اربعة. يلا على الآلة على طول بتحت واشتغل. اقول اربعة ناقص افتح قوس تلاتة في اتنين اقفل القوس. ادتني سالب اتنين. يبقى الجزء الثابت بكام؟ بسالب اتنين والميل بتلاتة. يلا نكتب المعادلة. صاد بتساوي ميم. الميم انا جايبها بكام بقى؟ جايبها بكام فوق؟ بتلاتة. تلاتة س. والجزء الثابت بسالب اتنين. يبقى تلاتة س ناقص اتنين. نروح نشوف في الاختيارات. تلاتة س ناقص اتنين. تعالى بقى السؤال اللي انا متوقع بإذن الله بإذن الله تلاقيه في الامتحان عن الخط المستقيم ده. تعالى السؤال ده مهم. السؤال رقم 5. تعالى واحدة واحدة. إذا كانت تكلفة شراء أحد الأسهم بالبورصة في 2018 100 جنيه. بطلع كده وأقول لنفسي الراجل في 2018 اشترى السهم ب 100 جنيه
وفي 2022 الراجل اشترى ب120 جنيه. في 2022 الراجل اشترى السهم بكام؟ 120. مش مدينا اي حاجة. واحد عاوز الميل، اتنين عاوز معادلة الخط المستقيم. واحدة واحدة تعالى نطلعها له ونشتغل مع بعضنا. في البداية لما الاقي مسألة زي دي لازم نحطها في ازواج. يعني ازواج ازاي؟ يعني قوسين اهو، حط قوسين. فيها مشكلة كده؟ مفيش مشكلة. واقول لنفسي عشان اعرف نفسي وانا بحل، اي قوس في الدنيا بيتكون من س وصاد. اي قوس في الدنيا بيتكون من س وصاد. بس لازم اعرف نفسي ان دي لو س واحد يبقى دي س اتنين، دي صاد واحد يبقى دي صاد اتنين. في مشكلة كده؟ مفيش مشكلة. وابدأ احل. يلا قلت لك درس الخط المستقيم بعمل كام خطوة؟ خطوتين. الخطوة الاولى اكتب المعادلة. بكتب المعادلة، بكتبها بالرصاص عشان في الامتحان هتمسحها. يلا صاد تساوي م س زائد س. يلا دي كده المعادلة بتاعتي. اروح اطلع تاني حاجة، بطلع الميل واطلع الجزء الثابت، لان هو مدينيش في التمرين. الميل ليه قانون، حد فاكره؟ يلا صاد اتنين ناقص صاد واحد على س اتنين ناقص س واحد، وعوض. اروح اطلع لفوق كده واشوف السين واحد صاد اتنين بكام؟ ب2022. او بكتب لنفسي 2022 ناقص الصاد واحد. الصاد واحد، لا سوري، الصاد اتنين بكام؟ ب120. ركز يا جماعة. الصاد اتنين اهي فوق اهي، صاد اتنين ب120. ادي اقول لنفسي 120 ناقص صاد واحد بكام؟ ب100. وانزل تحت س اتنين بكام؟ 2022. 2022 ناقص س واحد 2018. واعمل على الآلة بتاعتي واقول بسط ومقام 120 ناقص 100 على 2022 ناقص 2018، وادوس على الآلة يساوي اداني الميل بكام؟ ب5 اهي. اداني الميل بكام يا جماعة؟ 5. يلا فاضل لي الجزء الثابت. يلا عشان اطلع الثابت لقانون، حد فاكره؟ صاد واحد ناقص افتح قوس جواه علامة في، هنا الميم وهنا س واحد. يلا نعوض. صاد واحد فين؟ اي صاد واحد ب100 جنيه. صاد واحد اهو ب100 جنيه ناقص الميل انا لسه جايبه ب5 في س واحد. اطلع اشوفها لقيتها بكام؟ 2018 اهو. 2018 اروح اقول على الآلة بتاعتي كده اهو. يلا 100 ناقص افتح قوس 5 في 2018. اقفل القوس، ادوس يساوي سالب 3 9 0. سالب 3 9 0. يلا بقى المعادلة بتقول لي ايه؟ صاد تساوي م س زائد س. يلا الميم انا جايبها بكام؟ كنت جايبها فوق ب5 اهي. يلا امسح الميم واحط مكانها كام؟ امسحها واحط مكانها كام؟ 5. يلا والثابت سالب 3 9 0 اهو. امسح زائد س واقول سالب 3 9 0. يبقى اذا المعادلة بتاعتي صاد تساوي 5 س ناقص 3 9 0. يلا لو سألنا عن الميل احنا لسه جايبينه بكام؟ ب5. وقلنا المعادلة بتساوي كام؟ 5 س اهي ناقص 3 9 0. في مشكلة؟ اصدقائي بكده تكون في الفيديو ده يا رب يكون فدتكم لو بحاجة بسيطة. خلصنا المحددات، شرحنا وحلينا عليها، وقلنا الاهم الاسئلة اللي موجودة في الاحتمالات، وقلنا اهم الاسئلة في المصفوفات وشرحناها، وشرحنا الخط المستقيم. اخيرا كان معاكم استاذ حسن اشرف، يا رب اكون فدتكم. عاوزك بس بعد ما تتفرج على الفيديو ابعتلي على الواتساب، ابعت لك ورقة الملخص بتاعة المحددات والمصفوفات عشان مهمة. ولو في عندك اي سؤال مش فاهمه ابعت لي على الواتساب 010 69 64 63 29. اخوكم استاذ حسن اشرف. اشوفكم باذن الله فيديو جديد على خير، بالتوفيق.